المشاريع اللي خدام فيها المغرب في الصحراء المغربية مشاريع ولا في الخيال. كاين واحد المشروع غادي يحول الصحاري الصفراء القاحلة إلى جنة خضراء. أهلا بكم. المغرب خدام في واحد المشروع كبير وطويل ديال تطوير الصحراء المغربية بدون استثناء. ما غيخلي حتى بلاصة في الصحراء المغربية، وابتداء من البلايص اللي حدا البحر. علاش حدا البحر؟ حيت كاينه مشاريع كبيرة ديال إحداث محطة ديال تحلية مياه البحر، على أساس المغرب من طبيعة الحال هاد السنين الأخيرة كاين جفاف وكاين نقصان ديال الأمطار وديال الماء، وكاين استنزاف ديال الفرشة المائية اللي كاينة تحت الأرض. مشاريع كبيرة جاية في الصحراء، المجموع ديال الفلوس اللي مخصصة ليها 7 مليار ديال الدولار، بما فيها بناء الداخلة الأطلسي، هذاك بوحديتو عنده مليار دولار. مشروع كبير ضخم وغتبدا الخدمة فيه. كنهضروا دابا على تحويل الصحراء والرملة وداك المنظر الأصفر يولي شي حاجة خضراء، يولي جنة خضراء. علاش كنهضروا بعدا جغرافيا؟ كنهضروا على واحد القطعة ديال الأرض حدا مدينة الداخلة. هاد القطعة ديال الأرض المساحة ديالها 52 كيلومتر مربع. الداخلة من طبيعة الحال مدينة ساحلية. هاد الأرض 52 كيلومتر مربع تعبرات كلها وكلها داخلة في واحد الإطار غادا تولي خضراء. بمعنى من طبيعة الحال كاينة تفاصيل كثيرة. هذه خدمة ديال المهندسين الزراعيين، كتجيب ربما تربة جديدة اللي قابلة للفلاحة والزراعة. ومن طبيعة الحال كاين الموضوع ديال الماء. غير هاد القضية ديال الماء اللي غيسقي هاد الأرض الزراعية وغيحولها لجنة خضراء، غادار ليه محطة ديال التحلية ديال الماء بوحدها. هاد المحطة باش خدامة؟ غادا تخدم بطاقة الرياح. دوك الرياح اللي كاينه حدا البحر هي اللي غادا تدور دوك التوربينات اللي غاديين يحولوا الماء المالح اللي ما كيتشربش الى ماء شرب. 52 كيلومتر مربع. شنو غيتزرع فيها؟ 3 د الحوايج: الخضره، الغله، الفاكهه والعلف. ملي كنقولوا العلف من طبيعه الحال كنقصدوا الشمندر، الفصه، اي حاجه كتدخل في الاعلاف ديال البهايم والحيوانات. الخضره بكل انواعها، والغله من طبيعه الحال بكل انواعها. كنهضروا على انتاج سنوي 415 ألف طن ديال هاد المواد كلها: خضره، فاكهه، اعلاف. 415 ألف طن سنويا. هذا من المشاريع الكبيرة اللي كدار في الصحراء المغربية. كنهضروا على 7 مليار ديال الدولار. هذا المشروع هذا مخصص ليه تقريبا واحد 213 مليون دولار تقريبا، يعني 213 مليار ديال السنتيم. 77% منها دعم حكومي، فلوس من عند الدولة، والباقية 23% الجهات الخاصة. من طبيعة الحال غتكون وطنية وقد تكون شركات أجنبية. هذا المشروع هذا غادي يوظف الآلاف ديال البشر. ملي كنهضروا على 52 كيلومتر مربع، وكنهضروا على محطة ديال تحلية المياه، وتنهضروا على مشروع كبير غيدير الغلة والخضرة والأعلاف، من طبيعة الحال راه كنهضروا على إحداث طبقة اجتماعية جديدة. من طبيعة الحال لك أن تتصور البلاصة اللي في هذا المشروع غادي يدور به مدن جديدة، والآلاف ديال البشر غادا تخدم من طبيعة الحال في هذا المشروع. آلاف ديال البشر. ملي كنهضروا على اليد العاملة اللي غتخدم في المشاريع في هذا المشروع اللي عندها علاقة به مباشرة وغير مباشرة، كنهضروا على 10,000 ديال اليد العاملة.
مشاريع كبيرة جاية للصحراء. غير المشروع الداخلة الأطلسي شي حاجة كبيرة. وما نسوش بأن راه تذكر الزيارة ديال ملك الإمارات وسماه الداخلة جيتوي، على أساس أن هذاك الميناء يكون هو المنفذ ديال المغرب إلى إفريقيا. جيتوي تو أفريكا، المنفذ إلى إفريقيا من طبيعة الحال، من وإلى إفريقيا. كنهضروا على حركة تجارية من وإلى إفريقيا. ما نساوش في الخطاب الملكي الأخير كذلك كانت هناك دعوة للدول الإفريقية ودول الساحل اللي هي دول حبيسة ما عندهاش منفذ إلى البحر، البعض منها، أنها تجي وتخدم مع المغرب في الأطلسي. إعطاء الله المشاريع ديال الخدمة. المغرب خدام في التنمية في المنطقة ديال الصحراء، مشاريع كبيرة وضخمة كيشهد ليها القاسي والبادي، القاسي والبعيد، العادي والبادي. بزاف ديال المسؤولين حول العالم كيجيو للمغرب وكينبهروا بالمشاريع التنموية اللي كاينة في الصحراء المغربية. إنما هذا المشروع ديال تحويل الأصفر واليابس إلى أخضر وحي، يعني داك المنظر ديال ديك ديال الصحراء، الرمال الصفراء اللي كتشوفها كتخلي عندك ديك فراسك الكلمة الأولى اللي كتجيك على بالك هي قاحلة، وما كاينش الحياة وما عندك ما تنبت فيها. من غير من طبيعة الحال النخل غادا تحول إلى جنة خضراء. هذه التجربة هذه بزاف ديال الدول حول العالم داروها، حولوا الصحراء إلى مزارع. كيخصها جوج الحوايج، الفلوس والماء. الفلوس من طبيعة الحال لأن هذه خدمة ديال المهندسين، هذه خدمة ديك الرملة اللي هي غير صالحة للزراعة والفلاحة، خصك تجيب تربة صالحة للزراعة والفلاحة. وكنهضروا من طبيعة الحال على ربما مئات الآلاف ديال الأطنان ديال التربة الصالحة للزراعة. كنهضروا على مساحة ديال 52 كيلومتر مربع. أنا ماشي مهندس زراعي، لكن هذا الشيء اللي كنتوقع من طبيعة الحال. إنما الجميل والأجمل في هذا النوع ديال المشاريع أن الساكنة المحلية هي هذا الشيء دار الساكنة المحلية، وزيد عليها منظر يسر القلب أن شي حاجة كانت قاحلة ولات جنة خضراء. من هنا لقدام خصوصا إلى حدود 2030 غنسمعوا بمشاريع جديدة، ماشي غير في الصحراء المغربية، في كل ربوع المملكة. كل مرة كل أسبوع تقريبا كتسمع مشروع كذا مشروع كذا، وخصوصا مشاريع التنمية والبنية التحتية اللي عندها علاقة بمونديال 2030. ربما غادا تلعب شي مباريات في الصحراء المغربية، وراه كاين مشاريع ديال الملاعب في الصحراء المغربية. إنما هذا مشروع عنده علاقة بالأمن الغذائي. ما نساوش واحد الحاجة، هذا مشروع ناجح 100%. علاش؟ المغرب أكبر منتج في كوكب الأرض ديال الفوسفات. المغرب أكبر منتج في كوكب الأرض ديال الأسمدة. وكنقول شحال من مرة، لا فلاحة بلا أسمدة، لا زراعة بلا أسمدة. انت في واحد البلاد اللي كتنتج الأسمدة. إذا تخيلوا معايا هذا المشروع هذا كيفاش غادي يكون. يعني إلا كان غادي يشد واحد المدة زمنية، غادا تختصر ديك المدة الزمنية بسبب جودة الأسمدة المغربية. العالم كله والخبراء تيقول لك أن الأسمدة المغربية فيها معادن كتستافد منها الأعشاب، كيتستافد منها كل ما هو أخضر، كل ما هو نبات، سواء الغلة ولا الخضرة ولا الشجر ولا الفاكهة. كل ما يزرع كيستافد من دوك المعادن اللي كاينة في السماد المغربي. داك السماد ديال الفوسفات ديال المغرب فيه معادن ما كتلقاهاش في أسمدة ديال الدول الأخرى، بحال مثلا روسيا ولا أي دولة كتنتج السماد اللي كنهضر أنا على السماد اللي كيجي من الفوسفات. فالمغرب دولة ديال الأسمدة. هذا المشروع هذا من طبيعة الحال عنده الأدوات. المغرب عنده أهم عنصر لإنجاح هذا المشروع الزراعي الفلاحي الضخم اللي هو السماد. مرة أخرى، لا فلاحة بلا سماد. أخيرا، كل التوفيق للقائمين على هذا المشروع هذا. ما كنتسناوه بفارغ من الصبر
يا ربي يكمل هذا المشروع هذا، حيت شي حاجه كبيره. 52 كيلومتر مربع ديال الصحراء القاحله الصفراء غادا تولي جنه خضراء. كنتسناو على فارغ الصبر اننا ان شاء الله نشوفوا هذا المشروع هذا على الارض. وديك الساعه في هذه القناه نيت نجيبوا صور ونشوفوا فيديوهات ديال هذا المشروع الزراعي الضخم، اللي هو بالمناسبه اكبر مشروع زراعي في الصحراء المغربيه. وهذا المشروع ديال 52 كيلومتر مربع غادي يتحول الى اكبر مزرعه في الصحراء المغربيه. يعني تخيل اكبر فيرما وسط الصحراء. ملي كنقصد الصحراء ما كنقصدش غير الصحراء ديالنا، الصحراء المغربيه، كنقصد هذاك المنظر ديال الصحراء، داك اللي هو بطبيعه الحال منظر جميل وخلاب. لكن انت غتخيل معايا 52 كيلومتر مربع ديال الخضره وسط واحد المنظر يميل الى الصفراء. ارجو ان الفكره وصلت، انا متاكد بان الفكره وصلت. كنشكركم على المتابعه، الى الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.